أكدت مصادر إعلامية تونسية أن المحاولات الجزائرية لإقناع أحد المواهب الشابة بتغيير وجهته الدولية لم تكلل بالنجاح، حيث رفض اللاعب الذي يمثل حاليا المنتخب التونسي فكرة التحول إلى المنتخب الجزائري في هذه المرحلة من مسيرته. وأوضحت صفحة تونيجا سبور على موقع فيسبوك أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد دخل في اتصالات مع اللاعب أنيس دوبال من أجل استقطابه لتمثيل الخضر، بداية عبر الفئات الشبانية، وهي خطوة تم تداول أخبارها منذ أسابيع في الأوساط الرياضية. اللاعب الشاب الذي وقع مؤخرا أول عقد احترافي له مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بدأ يلفت الأنظار سريعا بعدما تواجد ضمن قائمة الفريق في مباراة قوية أمام ليفربول ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، رغم أنه لم يشارك بعد في أي دقيقة رسمية مع الفريق الأول. ويبلغ دوبال من العمر 19 عاما، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، وقد تألق بشكل واضح مع الفئات الشبانية لنادي مارسيليا، ما يجعله مرشحا لنيل فرصته مع الأكابر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تطوره المستمر. وبحسب المصدر ذاته، فإن اللاعب الذي يحمل أصولا جزائرية وتونسية في آن واحد حسم قراره مؤقتا وفضل مواصلة مشواره الدولي مع منتخب نسور قرطاج بعدما تلقى أول استدعاء له قبل أشهر قليلة. أنيس دوبال ولد في فرنسا ويحمل جنسيتها، لكنه من أب جزائري وأم تونسية، ما يمنحه أحقية تمثيل أكثر من منتخب، غير أنه اختار حاليا الدفاع عن ألوان تونس في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار محاولات الجزائر لإقناعه بتغيير قراره.